المادة 11 من مدونة الأسرة كتقول: يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون أولا شفويين عند الاستطاعة وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة. ثانيا متطابقين وفي مجلس واحد. ثالثا باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ. كيف ذلك؟ باتين غير مقيدين بأجل أننا ما كنتفقوش مثلا نتزوجوا واحد المدة ونتفارقوا. باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف، يعني هاد الزواج ما وقفش على شي شرط، مثلا أنه يقول الخطيب للمخطوبة أنا مدوز دابا مباراة غندوز، إلا نجحت غيتم الزواج، ما نجحتش ما غيتمش. والشرط الفاسخ كنقصدو به الجزء الثاني من هذا المثال، يعني أنه إلا قال أنه إلا ما نجحش في المباراة ما غيتمش هاد الزواج، فهذا هو الشرط الفاسخ. وبالتالي غنكونوا سالينا شرح المادة 11. موعدنا في فيديو جديد إن شاء الله مع المادة 12.